هذه القصيدة كتبتها مثل ما قلت، هذا أصدق أنواع الشعر. الرسالة أصدق أنواع الشعر لأنه ما في مزح، يعني تعرف أنت. يعني أنا كانت ابنتي في الصف الأول متوسط، ونحن نعيش في قرية يعني، فتعرضت في الحمام إلى حريق. أيوة. بقيت في المستشفى حوالي 20 يوم، وكانت يعني الطالبة الأولى في منطقتنا محافظتنا باللغة والفصاحة صف سادس، قرأت أمام لجنة على مستوى القطر قصيدة جواهري شممت تربك لا زلفى ولا ملقى، قصيدة يعني من أصعب ما تكون، قرأتها. فعندما توفيت الحقيقة يعني، وهي بكر البنين، تعرف الفتاة البكر، تأثرت فلم يطلع معي شعر. ضل لي شهرين ولا كلمة. حتى يعني اللي يزورونا من الأصحاب يوم العزاء حتى يعني قعدوا يتحدث الأستاذ ماجد لم تنزل له دمعة، لأنه اللي كان المصاب بالنسبة لي أكبر من الدموع. دموع بتفرج الوحي. نعم. فبعد شهرين يا أستاذ، والله أستاذ، بعد شهرين ذهبت إلى المقبرة. فعندما وصلت بدأت القصيدة، طلعت القصيدة. ماذا قلت فيها؟ قلت: يا قبر حدثني عن الخلان، فالحزن شكل عقدة بلساني. حدثني عن قلبي الذي أودعته تحت التراب وكان في أحضاني. بلغوا أشواقي التي لا تنتهي وتعيش في روحي وفي وجداني. أكرمه يا ذا القبر فهو مدلل ما ذاق في دنياه طعم هواني. يا قبر تحتك فلذة من مهجتي رحلت عن الدنيا بغير أواني. مرت كما مر النسيم مضمخا بالعطر بين أزاهر وجناني، لكنها تركت بقلبي لوعة حراء قد استعصت على النسيان. ما زلت أشترع الأنين مخارزا، ليلة اللي توفت من الألم، ما زلت أشترع الأنين مخارزا تصطك في سمعي بلا استئذان، وتعيدني رقما لآخر ليلة في بيتنا الكابي على الأشجان، وأراك فيه تلجلجين كأنما تستنجدين الطب من لقمان، وأرى عيونك تسكبان بنظرة حزنا ينوء بحمله الثقلان. فأشيح عنك الوجه كي لا تلمحي دمعا تحاذر سفحه أجفاني، وأجاذب الكلمات حتى أنتقي جملا تواسيك ببعض معاني ما أظلم النيران حين تسعرت في جسمك الغط الرقيق الباني. لو كان للنيران قلب ما دنت يوما ولو غاليت من إنساني، لكنها ما أنجبت من صلبها إلا رسوم رمادة ودخان. الحزن شكل عقدة بلساني، والشعر بعد صبابة عاداني. وأبوك يا نجلاء ذوب عواطف من رقة وتأثر وحنان، لا يستقر به قرار بعدكم ويلول كالملدوغ من ثعباني. عبثا أحاول أن أغير وجهتي فأراك ماثلة بكل مكان. شهران مرة كلما حاولت أن أصطاد بيتا عدت بالخذلان. وأنا الذي نظم القصيدة قلائدا دررا من الأصداف والمرجان، لم أستطع من يوم أن فارقتني تعليق بيت مطلع بالثاني. تتوجس الأشعار حين أحثها من رهبة وتحار في أحزاني. ومتى يكون الشعر لو دبشته بروائع الكلمات غير معاني؟ لا يعرف الآلام إلا أهلها، والحزن غير مجرب ومعاني. ما أبعد الأشعار عما يصطلي في خافق الأوار كالبركان. لو تفصح الكلمات عن مضمونها بين السطور لأشعل الديوان. يا قبر قد رقدت بتربك زهرة هي درة الأزهار في بستاني، حزنت لفرقتها بلابل أيكتي، واربد وجه الورد في نيساني، وزوت عيون الغيد بعدك يا ابنتي يا غادة الغادات والغيدان. ما زلت أبصرهن في بزاتهن الخضر أثوابا على عيداني. أنا كنت مدير ثانوي يلبسوا اللباس الأخضر تبع الفتوي بسوريا، كلها عرفقاتها. ما زلت أبصرهن في بزاتهن الخضر أثوابا على عيداني. ودعت دنيانا وصرت بجنة ما بين حور العين والولدان. دنيا متاع للغرور وصفقة عادت على المغرور بالخذلان.
طوبى لزاهدها. ويظفر عندما تتوضع الأعمال بالميزان في ذمة الرحمن. صرت بنيتي ما خاب من في ذمة الرحمن، وعلى طريقك سائرون بخفة، فجميع ما دون المهيمن فاني. الله الله الله، صح لسانك. الله يسلمك. الله له والله يجعلها شفيعة لوالديها. البيت الثاني، عذرا، البيت الثاني من القصيدة اللي تقول دفنت قلبك وقد كان، لو تعيده يا أخي. يا قبر تحتك فلتة من مهجتي. الآية رحلت علي الدنيا، قل يا قبر حدثني عن الخلان، فالحزن أشكل عقدة بلساني. قل يا قبر تحتك فلدة من مهجتي، رحلت عن الدنيا بغير أواني. مرت كما مر النسيم مضمخا بالمسك فوق زائر وجناني، لكنها تركت بقلبي لوعة حرة قد استعصت على النسيان. الله. أيضا هناك بيت أو بيتان تلوم فيه النار لو كان لها قلب. لو كان للنيران قلب، شايف، ما دنت يوما ولو غاليت من إنساني، لكنها لن يعني ما أنجبت من صلبها إلا رسوم رمادة. الله الله. ما شاء الله، التصوير هذا أظنك لم تسبق إليه. أكيد والله أكيد. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يكتبني وأكتبه بالصدق. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.